ننهي كده برضو السطر رقم 42 ونبدأ السطر رقم 43. هنبدأ نعمل برضو 3 أعمدة في النص في بداية السطر رقم 43. 1 2 3. وده السطر فاضل كده سطرين على النهاية. هشتغل السطر ده بس بالإبرة رقم 5، وبعد كده السطرين الأخرانيين هشتغل بإبرة رقم 7 بقى. هرتفع 4 سلاسل، وهعمل جوه الأربع سلاسل اللي كانوا قبل كده دول 4 حشو. 1 2 3 4. بعد كده فوق الحشو هشتغل 1 2 3 4 5 6. يبقى اشتغلت في الفراغ 4 حشو، وفوق الحشو اللي هنا 6 حشو. هسيب بقى كام غرزة؟ هسيب 1 2 3 4، 2 من هنا و2 من الجنب التاني افوتهم واروح مباشر للغرز اللي قصادها واشتغل 6 حشو. 2 3 4 5 6. زي ما بسيب هنا بسيب هنا. بعد كده هشتغل في الفراغ 4 حشو. 1 2 3 4، وهرتفع 1 2 3. هنا هبدأ ارتفع 3 سلاسل بس مش 4، لا خليهم 4 زي الاول. 4 سلاسل، وبعدين هعمل في العمود اللي في النص 3 اعمدة بلفة. 1 2 3. وبعد كده هعمل تناقص فوق الاناناسة بعمود بلفة. هلف الخيط وادخل في الفراغ ده اعمل عمود واسحب، اخد نصه كده والف الخيط واروح للفراغ التاني واسحب واخد العمود واقفل عليهم. وبعد كده ادخل في فراغ الثلاث في النص كده في ال3 اعمدة، وهقفل ب3 اعمدة بلفة اهو. شايفين ده كده اهو. 3 اعمدة في النص، وفوق الفراغات بقفلهم مع بعض بعمودين كده تناقص او عمود تناقص مع بعض. وبعد كده بعمل 3 اعمدة برضو. هرتفع هنا 4 سلاسل، وهدخل في الفراغ زي ما اتفقنا هعمل 4 حشو. وفوق الحشو هنا هعمل 6، وهسيب 2 من هنا و2 من الجنب التاني، واروح في اول الستة من هنا اشتغل فوقيها حشو، واشتغل 6 حشو من هنا. يعني هسيب 2 من هنا و2 من هنا، واعمل هنا 6 زي اللي عملناهم هنا. وبعدين في الفراغ 4 حشو، وارتفع 4 سلاسل واشتغل هنا في النص. وبعد ما اشتغل في النص اخد الفراغين دول بغرزة واحدة عمود بلفة، واروح على طول للعمود اللي في النص من هنا اعمل 3 اعمدة بلفة. نكمل السطر رقم 43 ونرجع ان شاء الله مع بعض. كده هنهي معاكم السطر رقم 43، وهقفل العمودين دول مع بعض. واحنا كنا بدأنا ب3 اعمدة هقفلهم بغرزة منزلقة في بداية اول ارتفاع 3 سلاسل. هنا ده السطر اللي انا هبدأه، ده السطر رقم 44، وده هيكون السطر اللي قبل الاخير. فاضل كده عندي سطر واحد بس بعد ال44. يعني انا هنهي السجادة على 45 سطر، طبعا غير ال5 اسطر اللي احنا ما عديناهمش، اللي احنا اتفقنا عليهم التكرار بتوع الاناناسة لو بعملها مترين. تمام. انا هبدأ من اول 3 سلاسل سطر 43 سطر 44. هاخد 3 سلاسل باعتبار ان هم عمود، وهلف الخيط على الابرة وهدخل تحت العمود التاني وهاخده تناقص، وهلف الخيط زي ما هو معايا على الابرة واروح للعمود التالت واخده تناقص. هاخد ال3 اعمدة تناقص مع بعض. ده بداية السطر رقم 44. قفلتهم كده مع بعض. هرتفع 1 2 3. انا كنت الاول برتفع 4 سلاسل، هنا هرتفع 3 سلاسل. وهنا كنت بعمل في الفراغ 4 غرز حشو، هنا برضو هعمل 3 غرز حشو. يبقى انا ارتفعت 3 سلاسل وحطيت في الفراغ 3 غرز حشو.
هاجي هنا فوق الغرز الحشو هرتفع غرز حشو فوق كل غرزة لغاية قبل ما اسيب من هنا من الاخر هنا غرزتين، يعني هفضل ماشي حشو لغاية اخر غرزتين هسيبهم. ممكن العدد يختلف معايا انتوا، مثلا يكون العدد هنا وليكن لو انا عديتهم هيبقوا 2 4 6 8 هيكونوا 8. ممكن يكون العدد عندكم اقل، لو نسيتوا غرزة او زودتوا غرزة مش هيزعل في حاجة. المهم العدد اللي هتسيبوه تناقص هنا تسيبه زيه في الجنب التاني، يعني انا هنا هسيب غرزتين وهسيب هنا غرزتين الجنب التاني يبقوا 4 غرز. في السطر ده هسيب 4 غرز وهروح على رقم 5 على طول اعمل حشو واكمل حشو لغاية ما اوصل للفراغ. لو عديتهم هلاقيهم 8 زي هنا، 2 4 6 8 وهنا برضو 8، غير طبعا التلاتة اللي هشتغلهم معاكم دلوقتي اللي هما هنا في الفراغ. 1 2 3 هرتفع 1 2 3 غرز سلاسل، وهاجي هنا عندي الاناناسة هاخد التلات غرز دول تناقص مع بعض اللي هما التلات اعمدة. هلف الخيط كده واطلع من لفتين وهلف الخيط واخرج من لفتين وهلف الخيط وادخل واخرج من لفتين واقفلهم كلهم مع بعض ل4 لفات، اقفل عليهم مرة واحدة. طبعا الخيط ده بفنشه اول باول عشان شغلي يبقى اول باول، بدل ما اخلص السجادة وبعد كده اقعد بقى افنش الخيوط اللي هي النهائية دي. طيب هرتفع غرزة سلسلة واحدة وهروح للثلاث اعمدة واخدهم برضو تناقص. يبقى انا خدت اول 3 اعمدة تناقص، وبعد كده ارتفعت سلسلة ورحت للثلاث اعمدة التانيين برضو هاخدهم 3 مع بعض تناقص في 4 لفات كده، اقفل عليهم ما بينهم غرزة سلسلة وارجع ارتفع 1 2 3 وهدخل في الفراغ ده وهعمل 3 غرز حشو 1 2 3 وارجع اكرر تاني اللي انا عملته هنا اللي هو 8 غرز حشو 1 2 3 4 5 6 7 8. لو انتوا ماشيين معايا مظبوط هتلاقي ان الغرز هتطلع العدد مظبوط. هنسيب من هنا غرزتين ومن هنا غرزتين وهندخل قصادها على طول في الغرزة رقم 5 كده، وهنشتغل زي ما اشتغلنا في الجنب اليمين. لو مش عايزين تعدوا الغرز سيبوا 2 من هنا وسيبوا 2 من هنا وابدأوا اشتغلوا في باقي الغرز. وبعدين في الفراغ هعمل 3 حشو وهرتفع 3 غرز سلاسل، وهنا على الثلاث اعمدة دول والثلاث اعمدة دول هاخد كل 3 اعمدة مع بعض تناقص. ادي عمود وادي التاني وادي رقم 3 كلهم على الابرة واقفل عليهم مرة واحدة. وبعدين ارتفع غرزة سلسلة وبعدين اخد ادي عمود تاني والتالت واقفل عليهم مرة واحدة. وبعد كده ارتفع 3 سلاسل واجي هنا اعمل 3 غرز حشو بتوعي واكرر نفس اللي انا عملته في السطر ده من البداية. تمام كده لغاية ما انهي السطر رقم 44. ووصلت كده لنهاية السطر رقم 44. واخر حاجة هعمل 3 اعمدة تناقص بالشكل ده كده، اقفل عليهم مرة واحدة وبعدين ارتفع غرزة سلسلة وهقفل في الغرزة اللي هي قفلت على ال3 اعمدة تناقص، يعني هقفل كده يبقى عشان شغلي يبقى مظبوط. لو انتوا ماشيين شغالين بإبرة رقم 7 زي ما انا شغالة ولقيتوا ان الشغل هيبقى مثلا حسيتوه ان هو واسع شوية ممكن تصغروا الإبرة رقم 5، يعني الإبرة حسب شغل ايديكوا انتوا. طيب هنبدأ السطر الاخير اللي هو السطر اللي هيكون فيه غرزة البيكو، وهنبدأ على طول من الفراغ وهعمل منزلقة وارتفع سلسلة وهبدأ اعمل في الفراغ ده هعمل 3 غرز سلاسل 3 غرز حشو في الفراغ اللي هو كان 3 سلاسل في السطر اللي قبلها. بصوا بقى هنا انا بداية السطر رقم 45 انا كنت بستخدم ابرة رقم 7 بس بصراحة حسيت ان هي هتبقى واسعة قوي فخلينا في رقم 5. تمام.
انا عارفه انتوا زهقتوا من تبديل الابر، بس انا غصب عني والله. انا الشغل لما بلاقيه قدامي حاسه ان هو ممكن احتاج ان انا اصغر الابره شويه، فبضطر ان انا اصغرها. هنا في الغرز اللي هي قدامي دي فيهم غرزه اللي هي بعد اللي هي بتاعه الحشو الاولى رقم 1 هتخطاها، وهروح على تخطيت اول واحده، هعد 2 3 4 5 6، وفي رقم 7 هعمل غرزة حشو. في رقم 7 هعمل غرزة حشو وهرتفع معاها 2 غرزة سلسلة، وهلف الخيط في نفس المكان وهعمل غرزة عمود بلف. يبقى انا تخطيت اول غرزة في الحشو، عملت 3 في الفراغ، تخطيت اول غرزة عملت 7، وفي رقم 7 يعني 2 4 6 في رقم 7 عملت غرزة حشو وارتفعت معاها 2 سلسلة، وفي نفس المكان عملت غرزة عمود، لان ده السطر اللي هنعمل فيه البيكو. هرتفع هنا 3 غرز سلاسل، 1 2 3، وهاخدهم غرزة بيكو. غرزة البيكو بتبقى ارتفاع 3 سلاسل، وفي طرفين الغرزة كده بسحب غرزة منزلقة، بقفل عليهم كده على ال3 سلاسل بيكونوا معايا غرزة بيكو. بعد كده بعد من تحت 1 2 3 4 5 6، وفي الغرزة رقم 7 بلف الخيط وبعمل غرزة عمود بلف. برتفع 2 غرزة سلسلة، وفي نفس المكان برجع تاني اعمل غرزة حشو. يبقى انا سبت من تحت 6 غرز، وفي الغرزة رقم 7 خدت عمود على طول و2 سلسلة، وفي نفس المكان غرزة الحشو. عملت نفسي هنا ولكن العكس، انا بدأت الاول بحشو 2 سلسلة عمود، وبعدين بيكو، وبعدين عمود 2 سلسلة حشو. هاجي هنا هعد مع الغرزة اللي هي الحشو دي 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7. لو في غرزة زيادة ولا حاجة باخدها، بس انا لازم اسيب غرزة من النهاية من هنا، واخد في الفراغ 3. يعني انا كان عندي غرزة زيادة مفيش مشكلة، مش هتزعلني في حاجة. وبعدين برتفع 1 2 3، هنا مش هعمل بقى 3 سلاسل هسيبهم فراغ، لا انا هاخدهم بغرزة بيكو، هقفل كده. وبعدين هيجيلي الاعمدة اللي هي التناقص اللي كان ما بينهم سلسلة، هلف الخيط وهاخد عمود بلفة معاه غرزة بيكو، 3 سلاسل واقفلهم في الطرف كده، الف الخيط وفي نفس المكان تاني اخد كمان عمود ومعاهم 3 سلاسل واقفلهم بغرزة بيكو. يبقى انا عملت بيكو في نهاية ال3 حشوات دول في اخر غرزة في الحشو، وبعدين عملت عمودين، اول عمود معاه بيكو ما بين التناقص الاعمدة اللي هي غرزة السلسلة، وكمان عمود في نفس المكان معاه بيكو، وهروح مباشر للفراغ اللي بعد كده هعمل فيه 3 غرز حشو. 1 2 3 زي ما اتفقنا. هتخطى غرزة الاولى دي وهروح للي بعدها حشو 2 3 4 5 6، وفي رقم 7 عملت غرزة حشو هرتفع معاها 2 سلسلة، وفي نفس المكان اعمل غرزة عمود بلف. هرتفع معاها غرزة بيكو عبارة عن 3 سلاسل واقفلهم في طرف العمود كده، بدخل اخد غرزة منزلقة واخرج بيها من الخيط اللي على الابرة. يبقى انا كده عملت غرزة بيكو. هعد من تحت 1 2 3 4 5 6، وفي رقم 7 الف الخيط وهدخل اخد غرزة عمود بلفة معاها 2 سلسلة في نفس المكان غرزة حشو، وارجع اعد تاني. ادي كده 2 باعتبار ان غرزة الحشو دي معانا رقم 7 اللي هي زي ما عدينا على اليمين، يبقى هعد 2 3 4 5 6، وادي رقم 7، والاخيرة دي بفوتها بسيبها وادخل في الفراغ اعمل 3 غرز حشو. هنلاقي ان الشغل ماشي معايا مظبوط. وبرتفع 1 2 3، وفي نفس المكان باخد غرزة بيكو.
الف الخيط وهروح لغرزة السلسلة دي اللي هي ما بين المجموعات التناقص، واخد عمود بلفة معاه غرزة بيكو منزلقة كده. الف الخيط تاني في نفس المكان، ادخل اعمل كمان عمود ومعاه غرزة بيكو. يبقى انا بعمل بيكو فوق الاناناسة وبيكو فوق اللي هي الحمصة الكبيرة اللي احنا كنا عملناها دي، اللي هي كانت من 3 اعمدة ب4 لفات. هنا في واحدة هنا ما بينها 6 غرز بسيبهم تناقص، قبلها بيبقى فيه 7 غرز حشو، ال7 برتفع معاها 2 سلسلة وعمود في نفس المكان واعمل البيكو، واسيب ال6 من تحت واروح في رقم 7 في الجنب التاني اللي هي الاولى من هنا، بعمل معاها عمود 2 سلسلة حشو في نفس المكان، ما بعملش بيكو تاني، واكمل 7 غرز واسيب اخر غرزة في الحشو بتخطاها واعمل 3 غرز حشو في نفس المكان ارتفع معاها بيكو، والف الخيط اعمل عمود بلفة هنا ما بين التناقص ده اللي هو كانت 3 اعمدة فوق السلسلة، يعني بعمل عمود بلفة معاه بيكو وارجع تاني اعمل عمود بلفة في نفس المكان برضو معاه بيكو، وارجع اكرر هنا الحشوات هيبقوا 3 1 2 3 واتخطى اول غرزة واعمل 7 غرز حشو 1 2 3 4 5 6 وادي رقم 7 وارتفع مع الرقم 7 2 سلسلة وفي نفس المكان ارجع اعمل عمود بلفة ومعاه بيكو. البيكو عبارة عن 3 سلاسل، اقفل في طرف العمود كده بمنزلقة تكونت معايا غرزة بيكو، اعد من تحت 2 4 6 وفي الغرزة رقم 7 الف الخيط وادخل اخد عمود بلفة مع 2 سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، وهعد هنا باقي ال7 الغرزة اللي هي منهم الحشو دي كده 3 4 5 6 ورقم 7. لو انا عددي مظبوط وشغلي مظبوط دايما هلاقي ان في غرزة في النهاية هي دي اللي بتخطاها، وبدخل هنا اعمل 3 حشو معاهم غرزة بيكو، واكرر زي ما كررت في السطر ده، بعمل اخر الحشو بيكو بعدين عمود بلفة معاه بيكو عمود كمان معاه بيكو واكمل حشوات، وهنا في الغرزة رقم 7 بعمل الحشو فيها وارتفع 2 سلسلة عمود في نفس المكان بيكو واتخطى 6 من تحت عمود 2 سلسلة حشو في نفس المكان، وبكمل لنهاية السطر. دي كده عندي اخر تكرار في السطر وانا هنا عملت 7 غرز حشو زي ما اتفقنا، وارتفعت 2 غرزة سلسلة، عملت عمود بلفة معاه غرزة بيكو، بقفل كده وبعد كده بتخطى 2 4 6 وفي الغرزة رقم 7 بعمل غرزة عمود بلفة معاها 2 سلسلة وحشو في نفس المكان، وباخد 1 2 مع دي كده 3 4 5 6 7. يعني لو في غرزة زيادة ولا حاجة باخدها تناقص عشان شغلي يبقى مظبوط، والغرزة الأخيرة بسيبها وبعمل هنا دي 1 2 3 غرز حشو. كنا بدأنا بالحشو في الفراغ، برتفع 1 2 3 وباخد غرزة بيكو، وباجي هنا فوق التناقص بعمل عمود مع بيكو واقفل بالمنزلقة، بعدين عمود تاني في نفس المكان وباخد معاه بيكو واقفل 3 سلاسل كده بمنزلقة بقوا معايا غرزة بيكو، وبعد كده بقفل بمنزلقة في بداية اول ال3 سلاسل، وكده انا خلصت السطر بتاعي. هوريها لكم من بعيد ان شاء الله. طيب بالنسبة لحتة تغيير الابرة ده، انا عايزة اقول لكم على حاجة. انا ممكن من الاول اغير الابرة وليكن مثلا استخدم رقم 5 من بداية الشغل، بس في حاجة انا قلتها لكم برضو قبل كده في الفيديو، لما استخدمت ابرة رقم 7 الشغل بقى طري كده ومش مشدود، وكمان ما استهلكتش خيط، لان انا كل ما بكبر الابرة استهلاكي في الخيط بيقل.
فانا في البدايه ما حبيتش ان السجاده تكون تقيله وتستهلك معايا خيط كتير، تسحب خيط كتير وفي نفس الوقت تبقى مشدوده. فلما استخدمت ابره رقم 7 السجاده بقت مفروده معايا وشكلها يعني خفيفه كده وحلوه، يعني في الشكل مفروده مش مشدوده معايا بابره صغيره. طيب لما انا بدات اكبر وحسيت ان مثلا ان الغرز عايزه المها شويه، ما فيهاش مشكله لما استخدم ابره اقل، او ما فيش مشكله ان انا يبقى انا احنا كده كده معانا ابر كتير بمقاسات مختلفه. يعني انا مش هشتري مثلا ابره مخصوص للسجاده، انا بيبقى معايا الابر موجوده. فانا لو حسيت ان الغرز او السجاده معايا شكلها واسع شويه وعايزه المها، ايه المشكله ان انا اغير الابره وابدا ان انا الم سجادتي؟ المهم تطلع في النهايه مقاسي مظبوط وشغلي فيها مظبوط. هو ده فكره ان انا لما بغير الابره معاكم. اتمنى ده ما يبقاش مزعلكم ان انتوا كل شويه تغيروا ابره. بس انا بشتغل ولما بلاقي مثلا ايدي وسعت شويه في الشغل بلمها، بحس ان انا ايدي ضيقه مثلا او الابره لمت معايا الشغل شويه بكبر الابره، فده مش هيزعل ان شاء الله في حاجه. كده انا فنشت اخر سطر، بنهي بمنزلقه في النهايه وبالولاعه. طبعا من ورا كل شغل كله بفنشه بالولاعه، مفيش، فلازم الولاعه وتثبته كويس الشغل. باخد كده منزلقه بسحب الفتله لورا عشان تعمل معايا غرزه سلسله كده كأن شغلي ماشي سطور مظبوطه، وباجي من ورا من هنا بثبت بقى الخيط وبفنشه بالولاعه. اتمنى السجاده تكون الشرح كان خفيف، يعني هي خدت اجزاء كتير ووزعتها لكم على سطور، وكتبت لكم في بدايه كل جزء بدايه السطور ونهايتها عشان تاخدوها واحده واحده كده، بحيث ان انتوا لو حابين تنفذوها كده على مهلكم تنفذوها وتفهموا طريقتها مظبوط. زي ما اتفقنا ان انتوا لو عايزين تنفذوها مترين هتمشوا معايا بنفس الشغل اللي انا اشتغلته لغايه اخر سطر ده. لو عايزين تنفذوها متر ونص هتمشوا معايا لغايه السطر اللي هو بدايته اول رقم 31، وهتخلوا بس مش هتكرروا تاني رقم 31 لغاية 35، هتبدأوا بس من رقم 35 الأولاني اللي احنا ما كررناهوش، وبداية الأناناسة الكبيرة دي هتبدأوا على طول تشتغلوا الأناناسة الكبيرة اللي هي بدايتها بيكون 6 أعمدة في فراغ الأناناسة الجديدة، وهتشتغلوا معايا نفس اللي أنا اشتغلته ده على المتر ونص. هحاول برضو انزل لكم فيديو منفصل عن المتر ونص، عشان هي بتبقى يا متر ونص يا مترين يا 3 يا 4 زي ما انتوا حابين، بتكرار بقى الاناناسات بنفس الشغل اللي احنا اشتغلناه ده. لكن هي ما فيهاش متر، عشان بس ما حدش يقول لي طب لو عايز اعملها متر، هي ما تنفعش متر. هوريها لكم من بعيد. انا كده خلصتها، شطبت الخيوط من ورا، ولازم تشطيب الخيوط من ورا زي ما اتفقنا يكون بالولاعه، اي حاجه لازم اشطبها بالولاعه واتمم عليها كويس. ده كده شكلها اهو من بعيد بعد ما فردتها. طبعا مع الاستخدام هتفرد اكتر وهتبقى مظبوطه اهي. هي كده طولها مترين، شايفين الاناناسات 1 2 3 والرابعه دي هي الاخيره. لو عايزاها متر ونص بعمل 1 2 والتالتة دي مكان التالتة بكون الرابعه على طول. تمام كده، ده شكلها اهو. اتمنى تعجبكم والفيديو كمان يعجبكم، ولو في حاجة وقفت معاكم في الشرح اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله اجاوبكم. وبرضو لو عايزين توصلوا لي في جروب امولة كرافت على الفيسبوك، وفي كمان امولة جيفتس على الفيسبوك، لو معرفتوش لو في الكومنتات انا ما شفتش الكومنتات وما ردتش عليها. وبكده اكون خلصت. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.